مش كل حاجة بتتعمل في الخير لازم تظهر. لو أي حاجة في الخير اتعملت واتصورت مش بتبقى خير. تعال نشوف الفيديو ده. الفيديو بيتكلم عن نفسه. أم جنى بتوزع هديات. رمضان متهنيين ورمضان خلاص ماشي يا يلا جماعه. بينا. عايزه اقول لكم صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عليه حطوا الصلاة لايك والسلام. للفيديو. طبعا انتوا اول مره تشوفوا فيديو بالشكل ده عندي. كفيديو عادية يعني أول مرة نشوفه. ضد ان يعني ايه المهم فعلا. لا مفيش. المهم يا جماعه صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. حطوا لايك عليه الصلاة للفيديو. والسلام. بشكر ربنا بشكر ربنا ثم متابعين الحمد لله. المحترمين اللي هم وصلوني لحد هنا. عايزه يلا اقول يا لكم أم بقى جنى. سر من اسرار حياتي. تمام. صلوا على النبي الاول عليه افضل الصلاه عليه والسلام. الصلاة والسلام. حطوا لايك للفيديو واللي مش مشترك في القناه ينزل يشترك. وتعالوا بقى عشان اقول لكم كلمتين معاك. كده على انفراد. طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان انا من النوع اللي دايما متاخره. أم جنى أنت عايزة تقولي إيه؟ يعني عايزة توضحي لنا إيه؟ كسل. والله ما بخل. والله ما حته ان ربنا كرمني وانا باكل حق ربنا. لا، حق ربنا زي ما ربنا بيديني انا بطلع حاجه ربنا. بس المره دي انا حابه ان انا اطلع لكم رغم ان انا كل مره عايزه اقول لكم مش هو ده المبلغ بس اللي احنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله بفضل ربنا علينا. زي المبلغ ده مازن طلعه في مكان والله العظيم زي ما بقول لكم يا جماعه. زي المبلغ ده بالظبط مثلا طلعه في مكان هو حابب او شايف ان المكان ده يعني اما بيديله مش هقول لا ده خير، ما ينفعش تقولي مين ده خير. الخير ده ما ينفعش تقوليه. كل سنه وانتم طيبين. اتكلم انت يا عايز مازن. اقول لكم الاختلاف ما بيني وما بين مازن. الاختلاف اللي بينك وبين مازن ان مازن ما تكلمش على الحاجات اللي هو طلعها. انت بقى بتصوري الحاجات اللي بتطلعيها. هو ده معنى المحتوى او معنى الفيديو اللي انت بتنزليه، صح؟ حاجات مالنا بصدقاتنا كله. يعني انا عايزه اقول لكم ان الذهب بتاعي 2000 كام يا مازن؟ 250 جنيه على كل 1000 جنيه على كل صح؟ لكل 1000 250 جنيه. صح ولا انا كده قايله غلط؟ والله انا عارف يا لا مجمع. هي هو احنا عامه يا مجمع الحمد لله. بصوا يا جماعه صلوا ربنا على راضينا النبي. واحنا مطلعين هو الزيادة. اللي حسبها المازن لان مازن دايما بيتفائل بشيخ كده شيخ مسجد معين. مازن بيحب ايه يروح له. رغم ان انا بقول له يا مازن ما احنا ممكن يعني نجيب حاجتنا ونفرقها بايدينا. لا مازن من النوع. ام جنى انت بتحشي كتير في الكلام. قولي انجزي، ما ينفعش كده. ويطلع مش عارفه صدقه مثلا عن بصوا. المهم النهارده مثلا لما راح يودي للشيخ ايه هم؟ قال له كلمتين. الشيخ قال له ايه بقى؟ ودفعك ايه تاني غير المبلغ اللي انت اديته له؟ احنا ما بنقولش مبالغ بس انا ما تقوليش مبالغ. لا انت مش بتقولي مبالغ، انت حطاهم على الترابيزه. ان دلوقتي برضه مش شرط تقولي لا. زكاة الفطر لازم تبقى من المال الخاص اللي انا بصرف منه في البيت. غير الفلوس اللي هي بتطلع 2.5%. ماشي. المهم يا جماعه صلوا على النبي كده. طبعا الشيخ كمان قال لي مازن حاجه. قال له دلوقتي انت ممكن بتدي. بس انا كنت بقول له هطلع في كل ظرف. واضح ان ام جنى بتطلع فلوس زكاة او فلوس لله، بس هي بتقول هي مطلعه ايه، او هي بتوري الناس ان هي ايه الحاجات اللي بتطلعها والفلوس اللي بتطلعها للناس. انا مش عارف ده في الدين ده صح ولا غلط، بس انا وجهة نظري، ولكن انا وجهة نظري الضعيفة ان ده غلط كدين غلط. ادانا على قد راضينا قوي 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 واكتر ما نستحق. المهم طبعا هنحط في الحمد كل لله ظرف وشكر 200 لله. جنيه. انا عايزه اقول لكم 200 500 بس المفروض يا مازن اعمل اظرف برضه يا مازن فيها امكانيات على اساس لو في اسره مثلا فرد واخدين بالك واخد بالك. فانا يا جماعه من الناس اللي ما بحبش بس انا المره دي انا مش حابب اللي بيحصل ده. انا من نفسي من جوايا مش حابب اللي بيحصل ده. انتوا حابين اللي بيحصل ده؟ مش عارف. انا قعدت اتحايل عليه اقول له بلاش دي بص الحاجه دي. احنا ممكن نستغل العشرات دي في حاجه. دول كام؟ ادي ايه هم دول الرزمه دي 1000 جنيه. هم 5000 جنيه. هو قال لي لازم تاخدهم في البنك. قال لي لازم ال 5000 جنيه دول فوق على يعني في وسط طيب بصوا يا جماعه احنا ممكن نستغل ال 5000 جنيه دولت لحاجه. ايه رايكم نخليهم واحنا بنعيد في العيد الصبح نفرق العشرات ديت على الاطفال اللي هم بيصلوا العيد. انما الميتينات الرزمه 20. اما بالنسبه للميتينات هنعمل في كل بس يا مازن كده هحتاج الرزمه 20. بصوا احنا لا الفيديو تعبني. الفيديو تعب اعصابي خالص بصراحه. يعني انا مش هقدر اكمل الفيديو ده. انا مش حابب اللي يحصل من ام جنى. انا كل اللي انا بطلبه ان انت لو هتعملي خير او اي حد هيعمل خير
ما ينفعش يتصور وما ينفعش يتقال انا عملت خير. دي وجهة نظري. لو انتوا شايفين حاجة غير كده اكتبوا لي في الكومنتات.